بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا ديمو جديد لدرس جديد. تمام. لو مثلا انت رايح ديمو وعايز تعمل مثلا حاجه كويسه مثلا او ديمو محترم مثلا عن درس مثلا البدل. ماشي. طبعا زي ما اتفقنا لازم تكتب التاريخ الهجري، التاريخ الميلادي. تمام. وطبعا يعني ممكن البسمله. اتفقنا. طيب انا عايز اعمل مثلا تمهيد. اهم حاجه في الديمو هو التمهيد. تمام. طيب انا مثلا عايز اشرح درس البدل، هقول مثلا جمله بسيطه زي مثلا ذهب الطالب الى المدرسه، وهكتب جمله تانية بتقول ذهب الطالب احمد الى المدرسه. طبعا هنا هتضطر طبعا تسال وتقول للطلبه او تقول قصدي للناس اللي قدامك ايه الفرق بين الجمله الاولى والثانيه. هيقولوا لك طبعا الفرق واضح جدا، الفرق في كلمه ايه؟ في كلمه احمد. صح كده؟ جميل قوي. طيب نتيجه يا اولاد نعرف الجمله الاولانيه. هيقول لك يا مستر ذهب فعل ماض، الطالب فاعل، ما هو اللي ذهب الى المدرسه جار ومجرور. صح كده؟ جميل يا اولاد. ولو جينا نعرف الجمله الثانيه هتقول لي برضو ذهب فاعل والطالب فاعل، بس هتيجي عند احمد هتقف عنده شويه. ليه؟ لان انا عرضت الطالب فاعل. طب ما احمد ده اسم الطالب اصلا، ما هو الطالب اسمه احمد واحمد هو الطالب والطالب هو احمد. طيب انا دلوقتي احمد ده انا هعربه ايه؟ طيب هو مش احنا قلنا ان احمد هو الطالب؟ صح؟ والطالب هو احمد. جميل. يعني احمد والطالب هما الاثنين اصلا شخص واحد. صح كده؟ يا اولاد ده حاجه جديده اسمها البدل. البدل ده عنوان درسنا النهارده. تعالوا نتعرف على البدل. تمام. طيب وقبل ما نتعرف على البدل، الطالب هنا بقى طبعا تاخد لقب جديد او اسم جديد او تسميه زياده، يعني اسمها المبدل منه. تمام. النقطه دي ممكن تقولها قبل ما تكتب العنوان. ماشي. المبدل منه. بعد كده تكتب عنوانك. تمام. وتعالوا بقى يا اولاد نشوف اللي جاي. النهارده هنتكلم عن البدل وهنعرف ايه هو ونعرف اعرابه. تمام. ونتكلم عن المبدل منه ونعرف ايه هو ونعرف اعرابه. اكتبوا ورايا الامثله وهكذا. بعد كده تكتب طبعا الامثله بتاعتك، بس انا هكتب بسرعه. هنقول مثلا حكم الخليفه مثلا علي بالعدل. وهاجي اقول مثلا اشتريت الكتاب، كتاب النحو. وهقول مثلا أجاد هؤلاء الطلاب في الامتحان. ماشي. تقسم سبورتك كده بالشكل ده: الشرح، القاعدة، تدريب. ماشي. تدريب طبعا بتكتب أي سؤالين يكونوا بساط كده، وتبدأ بقى تكمل شرحك تاني، تحاول ما تطولش يعني. طيب عندنا يا ولاد تعالوا نتعرف على البدل والمبدل منه. قال لي أول حاجة البدل، ركزوا في الجملة اللي جاية دي، البدل من إيه؟ من التوابع. مستر احنا سمعنا كلمة التوابع دي قبل كده، مين يا أولاد يقول لي إيه هي التوابع؟ فاكرينها خدناها في تانية إعدادي، طبعا البدل ده في تالتة إعدادي. ها؟ تعالوا يا أولاد حد يفكرني أو حد يقول لي إيه هم التوابع وإيه المقصود بيها؟ طبعا يقول لك يا مستر التوابع احنا خدنا مستر النعت، خدنا التوكيد، خدنا العطف. طبعا وانت بتسال لما حد يقول لك ايوه انا هرفع ايدي لو واحد قال النعت، تمام تمام شكرا. ها حد تاني يقول لي ايه تاني من التوابع؟ واحد تاني يقول لك التوكيد. جميل. ها فاضل حاجه كمان، واحد غيره يقول لك العطف. شغل الناس معاك، شغل الناس معاك. نقطه مهمه جدا. عينك رايحه جايه على الطلاب كلهم، بس مش رايحه جايه بسرعه اللي هو انت عينك رايحه جايه رايحه جايه، لا انت كده ممكن تدوخ. لا لا، يعني ايه؟ وجه كلامك مثلا للطالب اللي قدامك ده اهو. الطالب مثلا ده خلصت الجمله الثانيه للطالب اللي هنا، الجمله الثالثه الطالب اللي هنا، الطالب اللي هنا. فاهم؟ اللي هو بحيث انك انت تبقى عينك مع الطلبه كلهم، ما تسيبش واحد انت ما بصيتلوش، ما وجهتلوش كلام، ما وجهتلوش سؤال، وهكذا. تمام.
نبره صوتك غير، حاول تخلي فيه تغيير في نبرات صوتك. يعني النقطه المهمه ممكن ترفع فيها النبره، خلي بالكم من النقطه دي، فعليت صوتك. باقي الشرح لا، صوتك متوسط عادي. وارد برضو في نقطة بقى مهمة، نقطة خطيرة، تركة جامدة جدا، تقوم قايلها بصوت واطي كده بحيث ان في نوع من الايه، من جذب الانتباه. الحاجات دي والله بتفرق، انا مش بجود يعني. تمام. خلاص يا ولد، عرفنا التوابع اللي احنا خدناها، والنهارده هيبقى التابع الرابع معانا هو ايه؟ البدل. طب يا ولاد، هم ليه اتسموا توابع؟ حد يقول لك يا مستر انا عارف اتسموا توابع لان هو بيتبع ما قبله في الاعراب. برافو يا ولاد. واذا البدل طالما من التوابع يبقى هيتبع ما قبله في الاعراب. قلنا في التمهيد ان ما قبله يسمى المبدل منه، يبقى اذا البدل ده هياخد اعراب ده. ها، حد بقى يقدر يقول لي اعراب احمد هنا ايه؟ بدل ماله يا ترى؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ طبعا الطالب يا مستر بدل مرفوع، اذا قصدي الطالب فاعل مرفوع، اذا هنا احمد هيبقى بدل مرفوع. بدل ايه؟ بدل مرفوع. تمام. بدل مرفوع. طب يا مستر المبدل منه ده بقى، ها يا اولاد حد يقول لي المبدل منه ده نعربه ايه؟ يا ترى نعربه فاعل ولا نعربه مبدل منه؟ خلي بالكم يا اولاد، المبدل منه دي تسميه زياده. تسميه زياده يعني ايه؟ يعني خد كده تسميه زياده عشان جه بعد منه البدل، انما اعرابه حسب موقعه في الجمله. يعني لما اجي اقول لك اعرب طالب ما تقوليش بدل مرفوع، قصدي مبدل منه مرفوع، لا، تقول لي فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، كده تقولها كده بالطريقه دي. تمام. آه طيب تعالوا بقى ناخد صور البدل. احنا طبعا عندنا 3 انواع من البدل، هنكتبهم كده فوق يا ولاد على جنب: بدل مطابق، بدل بعض من كل، بدل اشتمال. هناخد النهارده نكتفي بالنوع الاول، هو البدل المطابق. نقطه مهمه جدا في الديمو، انك لما تيجي تشرح درس، لما الدرس يكون كبير ما تشرحوليش كله. انا عارف ان انت قدام اساتذه وان انت استاذ زيهم وان انت قادر تشرح الدرس في 10 دقائق كاملا، تمام، بس انت في ديمو. يعني ايه ديمو؟ يعني انت شايف قدامك طلبه، هم مدرسين في الحقيقه بس انت شايف قدامك طلبه. تمام. فهم عايزين يشوفوا تعاملك مع الطلبه، هم هيفيدهم بايه تعاملك مع مدرسين؟ يعني هيستفادوا ايه؟ يعني انت برافو قدرت تتعامل مع المدرسين اللي قدامك، حلو جدا، بس هو انت في الفصل هيبقى قدامك مدرسين اصلا؟ هيبقى قدامك حد عارف يعني ايه كلمه بدل اساسا؟ اكيد لا، صح كده؟ فلازم توصل كانهم طلبه حرفيا، وان انت بتشرح لناس ما عرفوش حاجه عن البدل ده قبل كده، اول مره يسمعوه منك. تمام. فبالتالي مش هينفع اقدر اشرح لهم ال3 انواع مره واحده. مفيش طالب اصلا هيسمع هيقدر تشرح له ده مره واحده وهيفهمه وهيحل عليه وخلاص شكرا، صح كده؟ لا، يبقى لازم اخد النوع الاول، وده كمان مصلحه ليك انت، ان انت تقدر تطلع اللي عندك في وقت قصير وتبقى لميت الدنيا معاك. تمام. تمام. عندنا هنكتفي يا اولاد بالبدل المطابق، او يسمى برضو مطابق او كل من كل، هما الاثنين واحد يا اولادي. تمام. البدل المطابق والبدل كل من كل هو ليه 3 صور معانا، تعالوا نتعرف عليها. الصورة الأولى لما يجي يقول لي لقب أو وظيفة أو شهرة زائد علم. يعني إيه يا ولاد علم؟ علم يعني اسم إنسان، اسم بلد كده. تمام. قال لي لو لقيت لقب أو وظيفة أو شهرة أو علم، العلم ده يعرف بدل، طالما اللقب قبل منه او الوظيفه قبل منه او الشهره قبل منه، وصاحب الشهره او صاحب الوظيفه او صاحب اللقب اسمه جه بعد منها، الاسم ده يعرف بدل. طيب ما تيجي نحل كده، نبص على المثال الاول. حد يقدر يطلع لي من المثال الاول لقب او وظيفه او شهره اسم صاحبها بعدها؟ تعالوا نبص على المثال. بيقول حكم الخليفه علي بالعدل. ما يلا كده يا اولادي تعالوا حد يجاوب. طبعا واحد يرفع ايده: مستر انا في عندي الخليفه ده لقب. تمام، جميل قوي، الخليفه لقب. طيب فين الاسم صاحب الخليفه او صاحب اللقب؟ فين واسمه ايه؟ موجود، علي، برافو. طب يلا بقى حد تاني بقى يطلع لي البدل فين والمبدل منه فين، وحد تاني يعربه. يلا معايا. واحد يقول لك يا مستر حضرتك قلت لقب وظيفه شهره زائد علم، العلم ده يعرف بدل، يبقى علي بدل، برافو. والخليفه هيبقى اعرابه ايه؟ مبدل منه ولا اعرابه حسب موقعه في الجمله؟ لا يا مستر، اعرابه حسب موقعه في الجمله، اعرابه فاعل. امال ايه يا اولاد المبدل منه ده يا مستر؟ دي تسميه زياده، نركز مع بعض. فطبعا الخليفه فاعل مرفوع وعليه بدل مرفوع علامه رفعه الضمه.
جميل. ده الصوره الاولى. طبعا كفايه مثال واحد على حاجه واحده طالما انت في ديمو، ماشي. لكن طبعا في الفصل اقل حاجه ممكن يوصلوا ل6 امثله عشان تدي مثلا مثالين في كل نوع مثلا يعني. لكن احنا في الديمو بتنجز يعني، لان قدامك ربع ساعه وعايز تطلع اللي عندك كله، ماشي. نيجي للصوره الثانيه، هي تكرار لفظ الكلمه بغرض توضيحها. تمام. وركز قوي في النقطه دي. تكرار لفظ الكلمه يا اولاد بغرض توضيحها. زي المثال ده بيقول ايه؟ اشتريت الكتاب كتابا نحو. حد يقدر يقول لي فين الكلمه اللي اتكررت؟ هيقول لك يا مستر كلمه الكتاب هنا اتكررت وهنا اتكررت. طب يا اولاد عندي سؤال. احنا طبعا قلنا تكرار لفظ الكلمه بغرض توضيحها، فكلمه الكتاب الثانيه دي تعرف بدل، صح؟ جميل. طيب مش ممكن برضو حد يقول لي يا مستر ما احنا درسنا التوكيد برضو تكرار الكلمه وساعتها برضو يبقى توكيد؟ طب انا دلوقتي الكلمه يا اولاد لما تتكرر اعربها بدل ولا اعربها توكيد؟ طب ركزوا معايا. هنا الكتاب معرف، وكلمه كتاب الثانيه برضو معرفه، بس هنا ده معرف بال، وهنا ده معرف بالايه؟ بالاضافه. لكن في التوكيد يا اولاد التوكيد اللفظي لما نكرر نفس الكلمه ساعتها لازم الكلمه تبقى بنفس الشكل بنفس المشهد بنفس الصوره، انما في البدل لا، مش شرط ده يحصل. اتفقنا. يبقى كلمه الكتاب الثانيه تعرب بدل. تمام. طيب تعالوا نعربها. اشتريته فعل وفعل، ان التاء تاء الفاعل، الكتاب مفعول به منصوب، يبقى كلمه كتاب الثانيه بدل منصوب. ليه قلنا بدل منصوب؟ عشان المبدل منه اللي قبل منها منصوب، ويبقى برضو كلمه كتاب منصوب والنحو مضاف اليه. الصورة الثالثة معانا لما يجي يقول لي اسم إشارة زائد اسم معرف بال. وركزوا معايا يا ولاد في النقطة اللي جاية دي، يكون الاسم المعرف بال ده مشار إليه. مهمة جدا، ده شرط أساسي نحط عليها كده نجمة كده. يعني ايه؟ يعني لازم اسم الاشاره اللي يجي معايا ويجي بعد منه اسم معرف بال يكون الاسم ده مشار اليه، يكون اسم الاشاره يخصه. تعالوا نبص على المثال. اجاد هؤلاء الطلاب في الامتحان. مش هؤلاء ده اسم اشاره، صح؟ وبيشير الى كلمه الطلاب، صح؟ اذا الطلاب تعرب بدل. هو يا مستر ينفع اسم اشاره ويجي بعد منه اسم معرف بال وما يكونش مشار اليه؟ بتحصل كتير. تعالوا بصوا المثال ده وبصوا الفرق بقى. عندي مثال بيقول تمام. مثلا الامتحان سهل وقال هذا الطلاب. الامتحان سهل وقال هذا الطلاب. هي كلمة هذا بتشير إلى الطلاب؟ انت فهمت كده؟ لكن يعني انا لما اجي اقول لك الامتحان سهل وقال هذا الطلاب او قال هذا الطلاب، هي هذا دي انا اقصد بيها الطلاب؟ اولا ما تنفعش لسببين. السبب الاولاني ان هذا مش مشاره يعني ما بتشيرش للطلاب خالص، دي هذا المقصود بيها هذا الكلام، يعني الكلام اللي هو الامتحان سهل، جمله الامتحان سهل، اللي قال الكلام ده او اللي قال الجمله دي الطلاب. تمام. والسبب الثاني المنطقي جدا ان هذا اسم اشاره للمفرد والطلاب جمع، فمستحيل يكون مشار اليهم يعني. تمام. بس هي بالفهم تيجي وبالقاعده تيجي. اتفقنا؟ ده كده يا ولاد الثلاث صور. بس ركزوا معايا نقطه مهمه، خلي بالك بقى من التريكات. ممكن انت تقولها لو ما حدش اثناء الديمو وقعك فيها، او مش وقعك يعني حب يسالك فيها. تمام. لو ما حدش قالها قولها انت، اللي هي ايه؟ واحد ممكن يقول لك وانت بتشرح طب يا مستر لو انا عكست وقلت علي الخليفه، بدل ما اقول حكم الخليفه علي بالعدل، لا قلت حكم علي الخليفه بالعدل. حكم علي الخليفه لو اتبدلت دي جت مكان دي، اعرف ان الخليفه تعرف فاعل. يعني ايه؟ يعني القاعده بتقول لقب ووظيفه وشهره والعلم بعد كده. طب لو اتعكست العلم هو اللي جه الاول واللقب والوظيفه والشهره جم الثاني او اللي بعدها، هنا ساعتها اللقب او الوظيفه او الشهره لو جه بعد العلم يعني في الحته دي يعرب نعت. يعرب ايه؟ يعرب نعت. تمام. وهكذا في اسم الاشاره لو اتعكست جت كلمه الطلاب الناحيه دي وهؤلاء الناحيه دي وقلنا اجاد الطلاب هؤلاء تعرب نعت برضه. اتفقنا؟ في كده تريكه رخمه ممكن يسالك فيها، ممكن يعني فبرضه هقولها، بس يعني ايه يعني استبعدها بس ماشي. يقول لك مثلا ايه؟ مثلا هذا عزجد اي ذهب. ذهب اللي هو الذهب اللي احنا بنلبسه، مش الذهب اللي هو الفعل. هذا عزجد دي كلمه طبعا بمعنى الذهب، ماشي. هذا عزجد اي ذهب. اي دي اسمها اي التفسيريه، بس خليكم بس عارفينها يعني تفسيريه.
اي التفسيريه اللي بيجي بعدها بيعرب بدل. بس خليكم بس كده عارفينها ماشي. ممكن يرخم عليك في النقطه دي ويقول لك طب يا مستر انا عندي جمله بتقول القرآن فهو المنبع، يقول لك معنى كده يا مستر الكلمه دي بدل. تمام. طبعا هنا مستحيل طبعا تكون بدل، لان احنا بنفهم، احنا بقول تكرار لفظ الكلمه بغرض توضيحها. زي فوق اشتريت الكتاب كتابا نحو، انا لو خبيت كلمه الكتاب دي كده اهو، حطيت قلم عليها قلت لك اشتريت الكتاب، الجمله كامله متكامله ما فيهاش اي مشكله صح. بس انا وحبيت اقول لك انا يعني اشتريت الكتاب، اشتريت كتاب وخلاص، بس ما قلتلكش بقى كتاب ايه. انما بعد كده قلت لك كتابا نحو، كررت لك الكلمه بغرض توضيحها. اتفقنا؟ تمام. انما هنا القران فهو المنبع، مستحيل انا بوضح لك ايه هو القران، وعشان اوضح لك ايه هو القران اقول لك القران هو احنا عندنا 100 قران؟ اكيد لا. فهنا طبعا دي مش بدل، وعشان ما تتسرعش برضو مش توكيد. دي حاجه في ثانويه عامه اسمها اسلوب الاغراء، اللي هو بقول لك القران فهو المنبع، كاني بوصيك بالقران، بغريك يعني. تمام. فطبعا القران الاولى مفعول به لفعل محذوف ماشي. مثلا تقديره الزم القران. والثانيه طبعا هتبقى توكيد. اتفقنا؟ التوكيد منصوب طبعا. الثانيه يعني توكيد بس مش توكيد مرفوع، عشان انت كنت ممكن تقول لي القران مبتدا والقران الثانيه توكيد مرفوع، لا دي توكيد طبعا منصوب عشان قبل منها مفعول به. اتفقنا؟ فهو طبعا دي جمله لوحدها يعني منفصله يعني. تمام. وممكن يرخم برضو في نفس المثال ده ويقول لك احذف الفاء. القرآن هو المنبع، ساعتها بقى دي الأسهل، ساعتها بقى تبقى مبتدأ والتانية برضو توكيد مرفوع، وساعتها هو تبقى دي طبعا خبر جملة اسمية، دي مبتدأ تاني وده خبر المبتدأ التاني، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. تمام. وممكن يجي يقول لك مثال أسهل شوية في الحتة ديت، يقول لك مثلا إيه؟ نعم الكتاب كتاب النحو. نعمل كتاب النحو، ساعتها طبعا ده اسلوب المدح والذم، فطبعا الكتاب التاني ده تبقى مبتدا مؤخر. فطبعا انت في النحو بيبقى عندك الاطلاع، لكن التريكات دي لو انت مش عارفها مش يعني مش هي اللي هتوقعك يعني قوي. تمام. المهم ده في حاله ان انت ما قلتش النقط دي او ما حد سالك عليها، خصوصا النقطه بتاعه تبديل اللقب والاسم صاحب اللقب. اتفقنا؟ بعد ما تخلص الحته دي تقول بقى يا ولاد ينفع نسيب القاعده كده؟ طبعا ما ينفعش. ما تيجوا بقى تقولوا لي القاعده ايه هو البدل يا ولاد؟ احنا قلنا البدل من ايه؟ من التوابع صح؟ البدل من التوابع. طيب ما تيجي نعرف ايه هي كلمه البدل. البدل اللي احنا قلنا كلمه بتطابق كلمه او كلمه بتساوي كلمه. لما قلنا الطالب هو احمد واحمد هو الطالب، يبقى اذا كلمتين بيتساووا في الدلاله او بيتساووا في المقصد. تمام. يبقى البدل كلمه تساوي ما قبلها في الدلاله وتتبعه في الإعراب، ويسمى طبعا هما بقى خليهم بقى يملوك بس أنا عشان وقت الفيديو، ويسمى ما قبله المبدل منه. ماشي. خليهم هما اللي يطلعوا. تمام. واحنا قلنا تتبعوا ما قبله في الاعراب، يعني هما يقول لك يا مستر احنا اتفقنا ان هو من التوابع ونتبع ما قبله في الاعراب زي النعت والتوكيد والعطف وهكذا. طبعا سؤال التدريب ايا كان ممكن تقول مثلا ظل الفاروق عمر عادلا. مثلا تقول هذا الطالب مثلا نشيط. تمام. فطبعا تخليهم يعربوا وهكذا، ويطلعوا مثلا البدل والمبدل منه، وهنا برضو يطلعوا البدل والمبدل منه، وتيجي تقول لهم يا ترى دي الصوره دي الجمله الاولى دي تمثل انهي صوره من الثلاثه اللي احنا شرحناهم. طبعا يقول لك الصوره الاولى عشان في لقب وظيفه شهره، هذا الطالب، يقول لك الصوره الثالثه عشان اسم اشاره ومشار اليه. تمام. بس شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.